حسين بيه، ندخل بقى في موضوع القايمة وموضوع ان انتوا اخترتوا ناس معينة يدخلوا جمعية الاسكان. في ناس اقوال جدا على القايمة، فيها مسالك كتير جدا الناس بتنقدها وبتقول عليها اشياء واشياء واشياء، ومعليك اكيد بتوصل لك كل كلمة بتقال عنك. جميل، انت بس تقول لي وانا هقول اذا كان يعني انت قول لي المسالك اللي بتقال على اول حاجة، اول مثل بيقول لك ان القايمة دول هم جماعة مغلقة على نفسها، ما بيحبوش حد يخش في وسطهم، ويتخذوا قرارات فردية وبيجبروا الاخرين على تنفيذها. لا واحدة واحدة عشان اعرف انا. انت اول حاجة ناخد وبعض الناس قالوا عليكم انتوا اخوان. جميل، بتعملوا الاخوان عشان تبقى زي الاخوان، وبعض الناس بتقول عليكم ان انتوا جايين عشان بس تمسكوا الاسكان في رقم واحد، بعد كده تنطوا على النادي، بعد كده تمسكوا مسألة بايه؟ نمسك رئيس الهيئة يعني ممكن ربنا يسهل، احنا ربنا يديك طول العمر يعني. طبعا يعني خد راحتك سيادتك بقى دي مش اتهام، لكن فعلا دي اقاويل موجودة بين الزملاء وماله يعني صح المفاهيم، بحيث الحسيني بيه لما يجي يتكلم في الموضوع ده يبقى المفروض الناس تسمع. انا اتعشم في كده يعني. ان شاء الله. اولا اذا كان ده نوع من انواع يعني الاشاعات اللي بتراق في الانتخابات فانا مش هرد عليها، ولكن من قبيل الانصاف ان احنا برضو نتطرق لبعض الجزئيات، لان كان فيها برضو شيء من الصحة. المجموعة لما انشئت في الاول خالص ما كانش فيه مجموعة ولا كان فيه اعضاء ولا اي حاجة، احنا كنا كل العملية ان احنا عايزين ننسق لمجموعة معينة بتمثل جميع الفروع. فلما احنا انشأنا الموضوع دوت حاولنا بقدر الامكان ان احنا نوفق ممثل من كل فرع، وبدأت الموضوع يمشي جميل جدا جدا، ولكن احنا لقينا ان في بعض من الممثلين الفروع بدأوا ان هم ما يحضروش ويفوضوا واحد او اتنين من الناس اللي موجودة. فلقينا انتهت المجموعة اللي كانت مثلا من 20 في اول جمعية عمومية احنا اخترناها، واخد بال حضرتك، صفصفت مثلا على 6-7 هم اللي كانوا متواجدين دايما، وهم فعلا اللي حملوا لواء الجهاد في الاول خالص. خلاص استقرت المجموعة على كده. بعد كده بدأنا نقول يا بهوات احنا عايزين نجتمع وعايزين نعمل كذا وكذا وكذا، وكان في ناس مثلا بتساعد تيجي مرة او تيجي حاجة، فبنعمل اجتماعات كبيرة جدا، وكنا يعني الموضوع كله، وكان كل البهوات بفضل عز وجل والغالبية العظمى كانت مشاركة فيه. الموضوع بقى حتة ان احنا مجموعة مغلقة واقصاء وبناخد الرأي ومش الكلام ده كله عالي تماما من الصحة. الكلام دوت كان في فترة التأسيسية. فترة التأسيسية ديت احنا قابلنا فيها صعوبات بالغة جدا جدا جدا. احنا كنا مثلا بنخطط لحاجة معينة، ونيجي مثلا لما نيجي ننفذها نبص نلاقي الموضوع دوت معروف عند ناس معينة احنا مش عايزينها تتعرف، لان الهيئة كانت ساعتها منشقة بين مؤيد للدمج او النيابة المدنية، وبين مؤيد ده قرار وهم هيغرقونا والكلام اللي هو اللي مش جايب همه دوت. فاحنا كنا اصرنا على انفسنا ان احنا لما نقعد في مجموعة مغلقة، بحيث يبقى احنا عارفين حتى الاتصالات بتاعتنا مع ناس معينة في التأسيسية تكون موجودة. الموضوع ده انتهى تماما بعد التأسيسية، له ما له وعليه ما عليه، انتهى خلاص. فاللي بيروج للموضوع ده دلوقتي يعني نقول له يعني احنا بنشرف وبنسعد ان حضرتك تيجي لنا في الاجتماعات، واحنا دلوقتي بنقعد وقلنا بعد التأسيسية 100 مرة احنا عاملين اجتماع والبهوات يشرفونا، وقلنا عني لك يا سيدي المجموعة ديت هي مجموعة ايه؟ واحنا يعني انا مش عارف البهوات محسين ان احنا يعني حاجة وهم حاجة. احنا كلنا في خدمة في خدمة رفعة هيئة قضايا الدولة، كلنا بنسعى جاهدين ان هيئة قضايا الدولة ديت يعني تتبوأ مقعدها الصحيح في الهيئات القضائية. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش ان انا ابقى من سدنة العدالة في مصر ومن احسن الناس قانونا واحسن الناس خلقا على مستوى الهيئات القضائية كلها، ويبقى وضع هيئة قضايا الدولة بالمنظر ده. هو ده اللي احنا بنسعى ليه وبنسعى ليه. احنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا كلنا نبقى نتكاتف ونبقى يد واحده. المجموعة اللي انت حضرتك بتقول عليها اخطاء، تعال اقعد معانا وشوف وقول رأيك. لو رأيك اقنعت بيه البهوات فبيها ونعمت. انا ممكن اقول رأي وانا قاعد البهوات ما يتاخدوش فيه. الامر شورى، واحنا عندنا الامر شورى، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على كده، ودي ما تزعلش. احنا بنقعد البهوات اللي بيقول لك اقصاء ومش عارف ايه، بيجي معلش مع احترامي وتقديري الشديد، بيجي يقول بيبقى مثلا عنده رأي معين او اطروحة معينة بيعرضها، بيبقى مثلا قاعدين 50-60 او 20 او ما زاد او ما اقل عن ذلك، وبيقول بناخد بنسبة التصويت بيرفض. ده مش نوع من انواع الاقصاء، دي شورى. وبعدين اللي بيبقوا قاعدين بيبقوا ممثلين من فروع معينة، فده مش نوع من انواع الاقصاء.
ثانيا ان احنا اخوان، والكلام ده عارف تماما من الصحة اساسا يعني. انا لا فخر لا ادعيه وشرف لا انكره، انا والله ما من الاخوان خالص ولا اي حد من المجموعة من الكلام ده. موضوع الاقصاء بس، موضوع الاقصاء اقصاء مين؟ يعني معلومة جاية لي ان فرع اسكندرية مثلا هناك كثير جدا كان في تعاون بينكم في البداية ثم تم اقصائهم نهائي. الكلام ده عارف تماما من الصحة. اولا فرع اسكندرية حتى ما حضرتك بتكلمني احنا معانا احمد السعيد بصفة دايمة، وده من فرع اسكندرية ومن ضمن المجموعة معانا، والراجل ما بيدخلش عنا باي اجتماعات، ورأفت البصيري وعبد الرحمن الجاحي، وفي عمرو بيه، وفي محمد بيرضا، وكل ولا نزكي على الله احد. فرع اسكندرية كلهم رجال وكلهم معانا قلبا وقالبا، وكانوا موجودين في الجمعية العمومية بكثرة من الفروع اللي جات بعدد كبير جدا جدا هو فرع اسكندرية. فالكلام ده تماما عالي تماما من الصحة، وده بس نوع من انواع برضو ايه عارف انت اثارة الفتن يعني. بس ده يعني هو يقول لك ده فلان لا، الكلام ده عالي تماما من الصحة. احنا ما عندناش خلاف مع اي حد خالص، والناس ديت يعني اذا كان عبد الرحمن ورأفت واحمد السعيد ومجموعة اسكندرية كانوا يدا بيد في اول الطريق معانا، فاحنا لا يمكن ان احنا نقول ان الناس ديت وحشة او لا نبخس الناس اشيائها ابدا. محدش قال وحشة. الناس دي اشتغلت وجهدت وكانت معانا في التأسيسية، وكانوا من افضل الناس اللي كانوا موجودين، ولا نزكي على الله احد. فالناس ديت الواحد لا يبخس قدرهم ابدا يعني. والصعيد الفترة مين في الصعيد؟ الصعيد كان معانا احمد بيه فاروق، وهاني بيه الراوي، محمود بيه حسن، الجنرال يسري بيه، كل الناس ديت، وفي من اسيوط ابراهيم بيه فتح الباب، ومن المنيا محمد فاروق. يا الصعيد ده هم اللي ساندين الصعيد. تمام. الصعيد ده هو اللي ساند الهيئة اصلا يعني. الناس انا هقولها يعني لله، انا لا اخشى في الله حق لومة لائم. فرع القاهرة والجيزة معلش مع احترامي، الجمعية او اي حاجة او اي تحرك كان في التأسيسية بيبقى مثلا ما بيهونش عليه ان هو مثلا يتحرك خطوتين ويجي، وبيجي من اسوان بالقطر وبيجي. فيعني برضو حنانيكم على الصعيد هو اللي بيسند الجمعيات العمومية، وهو اللي بيسند كل حاجة في الهيئة، لان هم فعلا رجال. سؤال بس جالي من زميل قال لي لما عرف ان انا بكلم حسين بيه فقال لي اساله له. المجموعة في البداية كانت فعلا لإصلاح الهيئة او للدستور التأسيسية والقانون ولا، لكن اتجهت اتجاه تاني خالص وشفناهم دخلوا في مجال تاني خالص بعيد عن شغل الهيئة وهو مجال الإسكان. لماذا دخلتوا بقائمة كاملة لانتخابات الإسكان؟ اولا المجموعة بتاعتنا مش كلها دخلت قائمة الانتخابات، دي جزئية مهمة جدا يعني. وانا قلت الكلام ده في تسجيل قبل كده مع اخويا وحبيبي احمد بيه خلف. قلنا المجموعة ديت شكلت ما كانش فيها اي حد من ممثلين الجمعية العمومية، وبعيد برضو نفس الكلام تاني. المجموعة ديت شكلت كانت باسامي معينة وناس معينين، ما فيش فيها ولا حسين ولا ابراهيم بكر ولا عصام التركي، ولكن لظروف معينة خرج واحد من القائمة بإرادته خالص. فبعد ما شكلنا القائمة بموافقة ممثلين الفروع، وده كان في اجتماع في استراحة 26 يوليو واتقال فيه الكلام دوت، فقلنا خلاص احنا هننزل لله، وده اللي حصل. دي نقطة. النقطة الثانية ان احنا نخش في جمعية الإسكان او ما شابه ذلك. احنا الإصلاح ما ينفعش تصلح وما ينفعش ترفع من شأن الهيئة ولا من أعضائها. أولا لو احنا ما عرفناش نجيب حق الأعضاء اللي ضايع بقاله 9 سنين يبقى احنا نقعد في بيوتنا ونسكت. المجموعة اللي اشتغلت ديت وعايزة الإصلاح، اللي عايز إصلاح أولى حاجة بيه ان هو يصلح من أي شيء موجود فيه شبهة عدم إصلاح في الهيئة. وعلى ما أعتقد ان في شبهة عدم إصلاح أو شبهة تأخير في موضوع جمعية الإسكان. فما ينبغيش ابدا ان احنا نغض الطرف عنه ونقول والله لا احنا مش هنخش في الموضوع ده، لا هنخش. طب السؤال بس هنا، بعض الزملاء بيقولوا انت بتعمل قائمة مغلقة، انت بتجبر الاعضاء تختار عدد معين من القائمة دي وبس خالص. الكلام دوت برضو يعني هل هو انتخاب قائمة ولا انتخاب فردي؟ حلو قوي. يبقى انت رديت على السؤال. لو هو انتخاب قائمة يبقى انت تقدر تقول ان القائمة دي مغلقة، ولكن هو انتخاب فردي، اختار زي ما انت عايز. ولكن احنا بنقول حاجة، القائمة يا جماعة، القائمة ديت زي فريق الكرة بالظبط. احنا في الاول كنا 8 وكنا سايبين كرسي الرئاسة، وقلنا خلاص البهوات يختاروا زي ما هم عايزين الرئيس، لان احنا مش هنقاتل على رئيس، لان في 3 رؤساء.
فانا ما اتحسبش على رئيس دون الاخر، اللي هيطلع رئيس احنا على عيننا وعلى راسنا. تمام. قلنا جينا بعد كده فكرنا قلنا لا، في ممكن يضيع صوت او صوتين منك على اساس ان انت الاختيار 9، فممكن بين البهوات يعني يغفل عن ذلك ويختار 8 بس، يبقى كده انت خسرت الصوت بتاعه. فبالتالي احنا قلنا لا، احنا نحط التاسع وشرفنا، ويعني زاد القيمة اجلالا وبهاء شوقي بالشام، وهو راجل نحسبه على خير والله حسيبه ونزك على الله احسن. فاحنا بين التسعة، هل التسعة دول مغلقين؟ لا، انت شايف معليك ان التسعة دول لا يصلحوا، لك حرية الاختيار. شايف التسعة دول يصلح فيهم فلان وفلان وفلان، لك حرية الاختيار. شايف ان التسعة دول يصلحوا كلهم ما عدا واحد، لك حرية الاختيار. ولكن انا بقول يا بهوات، القايمة دي اختيرت بعناية فائقة، ودون مش حاجة كده عربية ولا جد اعتباط ولا اي حاجة، كل واحد في القايمة دي دور هيقوم بيه. فاحنا متقسمة القايمة تقسيم رؤية فيه ان احنا يبقى كل اطياف الهيئة ممثلة فيها. تمام. الصعيد ممثل، وجه بحري ممثل، ممثلين جماعة ممثلين، من له امانة وعهد موجود، القوي موجود والامين موجود، اصحاب الخبرة موجودين، اللي كانوا ايديهم في الملف بتاع الجمعية موجودين. تمام. فحتة الخبرة موجود، القوي موجود، الامين موجود. فعلى ما اعتقد ان القايمة زي ديت صعب جدا 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 ان حد يقول عليها ان ديت بتفتقد لجزء معين او مش جزء معين او قايمة مغلقة. احنا لما اخترنا القايمة، وانا برضو باكد على النقطة دي، لما اخترنا القايمة اختيرت بناء على تمثيل الفروع، فديت مش اللي احنا مختارينها، الفروع اللي اختارت الموضوع دوت. كون حد يجي يقول لا والله اصل ما كنتش موجود، ما تلومناش، انت حضرتك اللي ما جيتش في الاجتماع. الاجتماع ده حضرتك نشرتوه فين؟ ده احنا كان موجود على الفيس، قلنا ان في اجتماع مهم جدا جدا الموضوع ده. الفيس ده جروب مغلق، يعني ممكن جدا كل الناس ما تعرفش الموضوع ده حاجه. كان من المفروض على لا، حاجه تليفونيه عن المسلمين ما تقلقش. حسين بيه، في بعض الناس بتقول ان انت طماع في كرسي رئاسه الجمعيه، ولهذا اخترت قايمه لا حول ولا قوه الا بالله وتدخل فيها، وبعد ذلك يحصل انتخابات داخليه، وطبعا حضرتك هتكسبها. ايه رايك؟ انتخابات داخليه؟ اولا النقطه دي جميله جدا جدا يعني، ودي مدعاه للضحك يعني، او الابتسامه الظريفه كده يعني. النقطه دي طبعا عاريه تماما من الصحه. اولا انا ما كانش في بالي مطلقا ان انا هخش في القايمه ولا في جمعيه الاسكان، وانا بعيد تماما البعد عن الموضوع ده نهائي يعني. انا كل اللي بجيده ان انا ممكن يعني ايه اخطط كويس، ادير كويس، اعمل مثلا استراتيجيه معينه لحاجه معينه، اقعد افكر حاجه معينه. انما انا علشان اخش في موضوع مثلا معين انا ما عنديش فيه حاجه او بتاع، لا صعب. انما لما يعني اراد المولى عز وجل لحاجه هو شايفها يعني ان شاء الله تكون خير، ان انا اكون موجود في الموضوع ده، خلاص انا موجود. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. انا اتكتب عليا ان انا خلاص هبقى اترشحت في الجمعيه، فما كنتش قد المسؤوليه ديت، يبقى انا كنت هعتذر. دي نقطه. النقطه بقى ان انا ابقى رئيس جمعيه ولا الكلام دوت، اولا ان انا ابقى رئيس جمعيه خالص يعني. الجمعيه بتاعت حضرتك دي اللي هم شايفين ان هي تبقى رئيس يعني بتاعت البهوات اللي هم بيقولوا مثلا ان هي يعني الحسيني يبقى رئيس جمعيه، اصلا الحسيني يعني طموحاته مش الجمعيه، ده كده قليله قوي يعني على الحسيني يعني، واخد بال حضرتك. وفي نفس الوقت ده مش كبر، ده انا بس نوع من انواع الدعابه يعني. انما عشان ابقى انا رئيس جمعيه، لا، كل واحد عندنا ليه دور بيقوم بيه. انا دوري مش رئيس الجمعيه، انا دوري حاجه ثانيه خالص بعيده كل البعد عن موضوع رئاسه الجمعيه. رئاسه الجمعيه دوت لو ما كانش فيه حد هيقوم بالدور اللي انا هقوم بيه، خلاص انا هاخد رئاسه الجمعيه. ده بعد ايه؟ انت كده فرضت ان احنا القايمه نجحت، وان احنا الاصوات الكتيره من عندنا احنا، فبالتالي يبقى الحسيني ده يعني احتمال واخد بال حضرتك. انما الحته ديت لو ما كانش في حد هيقوم بدور معين انا ممكن انما انا بقيت تمام البعد عن تفكير اصلا فيه. حسين بيه، بما انك انت وانا عارف كده كويس ان انت يعني من الناس فعلا قلبهم على الهيئه وقلبهم على المجموعه بامانه، اللي هينجح 9 من 22، مفيش حد تاني، لازم 9 من 22. 22 عدد قليل جدا، وفيهم هيبقى فيهم نواب رئيس ناس محترمين جدا، واكيد هيبقى فيهم رئيس من ال 22 دول.
لماذا الحسيني بيه لم يدعو ال 22 كلهم في قعده ان خلاص هي الجمعيه مجلس اداره جاي، احنا كده كده لازم ندير القصه، يعني القصه المستقبل ده خلاص بقى في وسط في ايدين ال 22 ايا ما كانوا ناجحين. لماذا لم يدعوهم يقعد معاهم ونشوف بكره في ايه؟ جميل جميل. احنا بالفعل كنا قاعدين مع علي بيه فهمي على اساس ان احنا برضو نتفق على حاجات معينه، وكلمنا محمود بيه هشام تليفونيا برضو علشان ننسق في الموضوع دوت، وزين بيه كان عندنا في الجيل. ولكن انا وجهه نظري انا قلتها برضو قبل كده، ال 22 عضو اللي رشحوا نفسهم في الجمعيه هم اعضاء مجلس الاداره، سواء اللي نجح او اللي سقط. لان انا لا يمكن واحد يبقى مرشح نفسه لابتلاء زي ده، واخد بال حضرتك، انا بسميه ابتلاء لان انا ما اعرفش اللي جوه فيه ايه. تمام. واخد بال حضرتك، الابتلاء دوت انا مش محتاج ال 22 دول بس، لا انا محتاج 400 عضو بتوع الجمعيه. فحتى ال 22 عضو ده 9 مجلس اداره مش هيقدروا يعملوا حاجه، يعني 9 مجلس الاداره دول يعني هينحطوا في الصخر على اساس يقوموا الموضوع ده على ايديه. فما كانش موجود معانا ناس من ذوي الخبره اللي مرشحه نفسها في الانتخابات، او الامانه اللي مرشحه نفسها برضه في الانتخابات من ال 22. لا اخصي احد مطلقا يعني، ما كانوش دول على قد المسؤوليه وهيقفوا جنبا بجنب وكتف بكتف مع مجلس الاداره، اي ما يكون مجلس الاداره بقى بغض النظر القائمه بتاعتنا او مش القائمه بتاعتنا. انا عايز ال 22 مرشح لمجلس اداره الجمعيه كتف بكتف، سواء انت نجحت او لم يحالفك الحظ فانت ناجح برضه، على اساس ان انت هتعمل عمل انت كنت متطوع ليه. فاللي بيعمل عمل لله ده مش محتاج ان هو يكون في مجلس اداره او مش في مجلس اداره، هو كده كده هيقوم بالعمل ده لوجه الله ثم مصلحته ومصلحه الاعضاء. حسين بيه انا استحلفك بالله نفسي ان شاء الله ان الاعضاء تبني مساكن. بمعنى ايه؟ بمعنى يكون مش مجلس اداره لوحده يشتغل لوحده، لا. ونحن ننتظر انت عملتوا ايه. لماذا يا ريت يكون في برنامج حسين بيه ان شاء الله اذا ربنا كرمه ودخل، حسين بيه ملوش برنامج، اذا ربنا كرمه ان شاء الله ودخل مجلس الاداره، ان يجعل هناك لجان من الاعضاء اصحاب الشقق يشتغلوا في قلب المشروع مع مجلس اداره جنبا الى جنب، ان شاء الله 10 15 20 30 اللي عايز تطوعي طبعا. يا احمد بيه معالي المستشار، احنا اولا بالفعل علشان بس ما يبقاش احنا بنتكلم وخلاص، احنا رحنا المشروع وصورنا موضوع الارض وصورنا مع المهندس التنفيذي وجبنا خرايط وجبنا الحاجات كلها المتعلقه بالمشروع وعرضناها على البهوات قبل ما ننزل القائمه، وفي نفس الوقت عملنا موقع على الفيس للجمعيه. الموقع ده هيتيح لمعاليك ولاي عضو ان هو يخش يعرف كل ما عن له من اشياء خاصه سواء ماليه او اداريه تخصه هو شخصيا. الكلام دوت الموقع دوت معمول اللي بعد النجاح ولا قبل النجاح؟ والله يا باشا موجود. عمل هل انت هو يعمل هل تتوقع ان احنا لو القائمه خسرت احنا هنقفل البتاع وخلاص مش هنديه لحد؟ يعني هل تتوقع ان احنا يعني هيكون اهداء يعني مجلس اداره لا اله الا الله؟ طب ما هو اتعمل. معلش معلش مع احترامي، هو اتعمل خلاص، واخد بال حضرتك، وخلاص انا النهارده حاجه انا عملتها ممكن يغير نشاط الممثلين الجمعيه العموميه للنادي عادي. لا ما اعتقدش ان احنا يعني بالسوق ده قوي يعني، ما اظنش فينا الظن. ودعبه يا باشا واخد. حسين بيه ان شاء الله هنقول لك مبروك باذن الله ونجحت. تقول لي ربنا يعينك. مبروك وربنا يعينك طبعا، ونجحت الحمد لله واصبحت عضو في مجلس اداره جمعيه الاسكان لهيئه قضايا الدوله ان شاء الله. الاعضاء بيصرخوا 9 سنين وهم مش عارفين راسهم من رجليهم، والمشروع الى الان كما كنت من 9 سنين. حسين بيه عايز اول ما يخش مجلس الاداره يعمل خطوات يطمن الاعضاء، يحسسهم كده ان في تغيير وفي حاجه فعلا جديده. انت حضرتك ده سؤال على اساس ان انت هتعمل ايه تطمن الاعضاء؟ في البدايه انا عايز بدايات كده على طول عشان تحس الاعضاء تطمن. ما هو يعني انا ما اقدرش لما انا اطمن الاول اطمن الاعضاء، فانا النهارده لغايه دلوقتي انا مش مطمن. انا النهارده لما اخش الموضوع، بص يا احمد بيه، انت النهارده مفترض ان انت تخش بيت ضلمه، انت مش عارف فيه حاجه، مش عارف فين السلم، مش عارف فين الانوار بتاعته. هل مفترض ان انت توصف للناس محاسن البيت، ولا لما تخش الاول وتفتح النور وتنور وتشوف البيت دوت كويس ولا لا، او تقدر تطمن الناس؟ هي دي النقطه. انا لازم الاول اشوف. طب لماذا لم تقعد مع المجلس الاداره القديم قبل ما تاخد قرار الترشيح وتعرف المشاكل اللي كان فيها وتعرف الدنيا ماشيه ازاي، بحيث تقدر تاخد قرار الترشيح انها تعمل ايه بعد كده؟ يا سلام
وايه المانع؟ يعني انت ما شفتش الاجتماعات بتاعتنا بتاعت الجمعيه كانت بتدور ازاي، وكان المجلس قد ايه متعاون معانا المجلس القديم يعني، متعاون جدا وبصدر رحب جدا، والابتسامات الجميله رد على يعني تخيل انت بركان من الغضب يقابل بابتسامه هاديه واخبطوا دماغكم في الحب وورونا هتعملوا ايه، يعني حاجه في منتهى الجمال. نفس النسق اللي ماشي ونفس الدور الجميل، ناس مولعه نار جامده جدا جدا وعندها ثوره غضب عارمه، وناس تانية بتقابلها بمنتهى الهدوء، ما تعرفش ليه، تحس ان دول جبهه ودول جبهه تانية، دول ناس من حاجه ودول ناس من حاجه تانية، الله اعلم. ده نوع من انواع يا اما الثقه الزائده جدا 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 على حاجتين عشان ما حدش يفهمني غلط، ثقه جامده جدا جدا ان احنا صح ولهم ذلك، او ثقه تانية جامده جدا جدا ولا تقدروا تعملوا حاجه. فاي من الحلين، اي من الحل، لو هي ثقه زايده في مجلس الاداره القديم ان احنا على صح كتر الف خيركم، بس انتوا على صح على عيننا وعلى راسنا. ال9 سنوات ضاعوا في ايه؟ الاعضاء، ما انا ده السؤال في قلب الموضوع ده، الاعضاء بتقول ان القايمه داخله عشان تتربص بالمجلس القديم. ليه؟ الله، وانت النهارده المجلس القديم لو هو بس، اولا خلينا ماشي، انا هرد على النقطه دي، انا ماشي، انا داخل متربص خلاص، انا بالفرض كده الكلام اللي حضرتك بتقوله ان انا داخل متربص وما لقيتش المجلس فيه اخطاء، هعمل له ايه؟ متوقع؟ لا، ما انت ما تقولش السؤال وتقطع اجابتي انا بقول لا، انت النهارده متوقع، انا بالفرض جدل اللي حضرتك قلته ان احنا متربصين بمجلس الاداره واحنا هنخش والسكاكين وزي ما البهوات بيقولوا مش عارف ايه وهيغرقونا والكلام ده حق اريد به باطل، احنا النهارده او باطل اريد به باطل. هل انت متوقع ان انا هخش لو انت واثق في نفسك، ولا تروج مثل هذه الاشاعات؟ ده انا بكلم المجلس القديم، يعني لو انت واثق في نفسك وما بتروجش الاشاعه ان هم داخلين عشان يطفوا ولا يعملوا، لو انت واثق في نفسك يعمل اللي هم عايزينه. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو هو واثق في نفسه وهو فعلا ما عملش حاجه او ما فيش اي حاجه، انا ايه اللي هيخليني؟ انا مش هيبقى لي خطوه عليه ولا هقدر اعمل اي حاجه، خلاص خليه النهارده هو لا قدر الله في اي مخالفات ماليه او اداريه او ما شابه ذلك، هل انا كمجلس اداره اقدر اخد قرار بدون الرجوع للاعضاء؟ لا يمكن. ايوه للجمعيه العموميه، انا اقصد الاعضاء، جمعيه اعضاء جمعيه، استحاله اي خطوه يعني. دي ان وصل لنا الامر ان شاء الله وبقينا اعضاء في مجلس الاداره، اي خطوه مش هنتنفذ الا بوقت اعضاء الجمعيه. يعني اول حاجه، اول خطوه هنخطيها، وده على ما اعتقد ده يعني شبه اجماع بالنسبه لجميع المرشحين، ان احنا هنودي الملفات كلها، العقود اللي ابرمت والمناقصات اللي رصيت على الجمعيه والحاجات دي كلها لمكاتب متخصصه. والله الناس دي اشتغلت صح، فبيها ونعمت، كتر الف خيركم، متشكرين، بس انتوا اخطاتوا في جزئيه بس التاخير، ودي على ما اعتقد دي يعني ماشي هنستحملها، جدي اداريه ممكن واخد حضرتك. انما لو لا قدر الله حاجه زي كده، والله يا بهوات في مخالفات كذا وكذا 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 وكذا، رايكم ايه؟ والبهوات مستنيين ان شاء الله اول جمعيه عموميه تعرف المجلس القديم ما له وما عليه، واحنا برضو ان شاء الله يعني في ترقب لكده باذن الله، وندعو العلي القدير ان هم ما يكونش فيه اي ان شاء الله يا رب، لان احنا في الاول وفي الاخر طبعا زملاء وبهوات، وما ينفعش ان احنا يعني الا اذا كانت بقى المخالفات ديت فيها شق مالي ان شاء الله، يعني دي هتبقى برضو يعني في الحسبان جامد جدا، وبرضو بعد العرض على اعضاء الجمعيه ان شاء الله ما يكونش فيها ان شاء الله. دلوقتي الاعضاء في ناس كتير جدا كلموني برضو يقول لي بعمل تسجيل مع حد هم عايزين يشتركوا في الجمعيه، في اعضاء صغيرين وصلوا درجه نائب، كان الجمعيه قفلت على ذلك. هل المجلس الجديد له رؤيه ان شاء الله يضم اعضاء جدد بدون مشاريع؟ ان صعب هنتكلم في موضوع المشاريع ده بعدين، لكن هل في ضم اعضاء جدد بحيث ممكن يستفيدوا على الاقل من الشقق المتسحبه اللي بعض الاعضاء اللي انسحبت من المشروع؟ فكره الاعضاء الجدد ديت احنا محتاجينها جدا، ولا أخفيك القول ان المشروع عايز برضو دعم مالي، يعني الاخبار اللي وصلت لنا او المعلومات اللي جات لنا عايزين دعم مالي، وانا ما اقدرش النهارده اقول للبهوات اللي هم بقى لهم 9 سنين، وان كان الموضوع دوت برضه هيبقى برضه يعني ليه حسبه معينه كده ان انا اطلب منه فلوس ثانيه، ولكن انا برضه بقولها ان الموضوع يا جماعه هيحتاج، لان المشروع هيحتاج برضه دعم
في النقطه دي. فالدعم ده احنا ممكن نستقيه من البهوات الجداد، مش معنى ان هم يدفعوا، لا ده كاشتراك رمزي في الجمعيه. فدي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه بقى حضرتك سالتها بالنسبه للشقق اللي هي الزياده. لا، في شقق تم الانسحاب منها من بعض الزملاء وتركوها. وفي طبعا 400 وحده الى الان لا زالت تحت 300 على ما اعتقد. 400 وحده. فرؤيه حسيني بيه في الشقق الفاضيه ديت، هل هيتم استثمارها؟ الشقق الفاضيه انت بتتكلم عن اللي اتسحب واخد فلوس ولا في انسحب ولم يتم اتسحب دي، يعني مفيش عضو مكانه. يعني لسه فاضيه، التخصص اتلغى. تمام. وفي 400 وحده دول اصلا محطوطه من بدايه المشروع لاستثمار الشقق ديت بحيث تقلل تكاليف المشروع. انا وجهه نظري انا تمام. ان الشقق اللي اتسحبت ممكن يخش منها اعضاء من خارج الجمعيه. خارج خالص. جميل. يخش ويدفع اشتراك الجمعيه ويخش مكان الداخل ويلتزم بالاقساط. والعبره يعني ممكن نعمل عليهم قرعه وايا ما يكون السبيل ليهم يعني. تمام. علشان برضو ما نخالفش قانون الجمعيات، علشان برضو ما نقولش حسين يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه لل 400 وحده دول، هو كان المفترض ان هم دول هيستغل استثماري على اساس ان احنا نقوم بيهم بقيه المشروع، او يعاد الناتج عنهم للاعضاء كتعويض، سواء للفلوس اللي دفعوها وقعدت الفتره ديت او ما شابه ذلك. انا كانت وجهه نظري الشخصيه الحسين يعني ان هو يخلي مثلا جزء ولو حتى صغير يتعمل له قرعه بالنسبه للوحدات ديت، ويستفيد بها الاعضاء اللي هم يعني المتعينين جداد المقبلين على الزواج او ما شابه ذلك. تعمل حتى 50 وحده بس، ده وجهه نظري يعني. 50 وحده ليهم كمثلا جزء يعني من قبيل الدعم ليهم او ما شابه ذلك، وفي نفس الوقت ما يبقاش بالثمن الاستثماري يعني، ولا بثمن الناس اللي دفعت الفلوس. يعني هيبقى وسط بين صاحب الحق في عضوية الجمعية واللي هو بقاله مثلا ما ياخد من 9 سنوات، ده طرف اول، واللي هياخد بقية الشقق استثماري ده الطرف الثاني، هو هيبقى وسيط بين الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. في 51 عضو زميل من اعضاء الجمعية واخدين شقق في مدينة نصر، للاسف الشديد يعني وقفت، ما تسددوش فلوسهم. انا عارف مجموعة 51 دي. فحضرتك شايف وجهة نظرك هتتعامل معاهم ازاي؟ والله هو القانون الجمعيات الآلية هو اللي بينظم الموضوع ده، فانا ما عنديش اي مشكله. احنا اول حاجه احنا نفسنا كل البهوات اللي كانت امتنعت عن السداد، للظروف اللي كانت بتحيط بالجمعيه والملابسات بتاعتها، وان انت مش شايف على ارض الواقع اي حاجه بتتحقق، وهم ليهم حق في كده. ولكن برضو في الاطر المشروعه يعني، انا النهارده خلاص في مجلس اداره جديد، ايا ما يكون مجلس الاداره، ومفترض فيه ان يبقى فيه نوع من انواع الثقه. فالمجلس دوت مش هيقوم لوحده ان هو يخلص المشروعين دول، المجلس هيقوم بدعم الاعضاء. فما كانش الاعضاء كلنا نبقى في قلب واحد ورا مجلس الاداره اللي جاي دوت وندعم بقوه، علشان المشروعين تقال مش خفاف، ده حاجه يعني تقيله جدا. عشان المشاريع دي تقف على رجليها عايزه دعم من الاعضاء قوي جدا جدا. فما ينفعش دعم الاعضاء وفي 51 ما كملوش الاقساط بتاعتهم او